الأعوام اللي دازت في الحبس على عمي الطاهر خلاتو يخرج هو ماشي هو، يعني هو بالجسد بالملامح بكلشي، ولكن في حاجة كاينة مختلفة، بحال إلى مجرد نسخة بلا روح. حيت ملي رجع للحومة بدات كتوقع واحد الغرائب في شكال. الكلاب بداو كينبحو وغير كيشوفوه كيبداو غير كينبحو. مراتو اللي كانت كتبكي سنين شافتو تخلعات وقالت هاد الراجل ماشي راجلي. كيفاش زعما؟ الناس اللي قربوا ليه بزاف واحد مورا واحد كيطيحوا. واحد الشرف في الحومة مع معروف هكايا تا هو وكيعرف داكشي ديال الناس القدام والقصص القديمة، قال لهم راه ماشي كلشي كيخرج من الحبس كيخرج بالروح ديالو. داكشي علاش تسائلنا واش عمي الطاهر كان انسان ولا شي حاجه واحده اخرى، واش فعلا دوز 20 عام في الحبس ولا في بلاصه واحده اخرى، وعلاش الناس اللي كيقربوا ليه كيوقع لهم شي حاجه غريبه. رجع عمي الطاهر لحومته، ولكن كان كل شيء مختلف. الناس اللي فرحوا بالخروج ديالو في النهار الاول بدات فيهم الريبه والخوف. اول ليله عمي الطاهر دخل للدار القديمه، ولكن حتى مراتو اللي صبرت عليه سنين ما كانتش مرتاحه في وسط الليل. سمعت صوت غريب جاي من الغرفه ديالو اللي كان كينعس فيها، شي صوت بحال الهمس وبحال الا كان شي واحد كيهضر بصوتين في مره واحده. تزادت الشكوك، ولكن الصدمه الحقيقيه وقعت نهار الخميس. في هذا النهار جا الحاج دريس، وهو كان صاحبه القديم، ولكن فاش شافو تزاد فيه الشك. قال ليه الطاهر تقدر تقول لي شكون لقبنا احنا في الصغر؟ عمي الطاهر ابتسم واحد الابتسامه خفيف. كنتو كتسميو عليا ولد السقا حيت كنت كنجري نهز الماء للناس. في ديك اللحظه الحاج دريس تصلب وعينيه توسعوا، حيت الجواب كان صحيح ولكن الصوت ما كانش ديال صاحبه. في هاد الليله الحومه كلها فاقت على الغوات ديال مراتو. نهار رجعوا الجيران لقاو الباب محلوله، ولكن عمي الطاهر ما كانش في الدار. دازو ايام والاحداث العجيبه تزادت. واحد السيد من الحومه حلف باللي شاف عمي الطاهر كيدخل للجامع، ولكن ملي تبعوه لداخل ما كانش كاين. شي ولاد صغار قالوا باللي شافوه واقف تحت الضوء ديال الزنقه بلا ما يتحرك، وعيونه كانوا كحلين بحال الحفره. وفي الاخير الحاج دريس لقى ورقه صغيره مدسوسه قدام باب الجامع مكتوب فيها انا دخلت للحبس ولكن اللي خرج ماشي انا. من داك النهار عمي الطاهر ما بقى حد شافو، ولكن كل ليله في واحد الزنقه مهجوره كاين ضو خفيف كيضوي بلا سبب، وبحال الا شي حد واقف تحته. واش كان فعلا عمي الطاهر ولا شي حاجه اخرى خرجت بلا روح؟ واش اللي داز 20 عام في الحبس رجع بنفسه ولا بشي حاجة واحدة أخرى؟ الناس في الحومة بداو كينساو القصة ديال عمي الطاهر، ولكن كاينين اللي باقيين كيتسناو شي تفسير. حتى جا واحد النهار اللي قلب الموازين. في واحد العشية الحاج دريس اللي هو صاحبه من طبيعة الحال كان جالس في واحد القهوة، حتى سمع شي شيوخ كيهضروا على الحبس ديال المدينة وكيفاش كيان فيه جناح ما كيتخليه حتى واحد. هنا طاحت عليه الفكرة، واش ممكن يكون عمي الطاهر ما خرجش اصلا؟ الحاج دريس مشى مباشرة لداك الحبس، عطى شوية فلوس للحارس القديم باش يهضر معاه. وهالمفاجأة الصادمة، الحارس قال ليه بالجناح اللي كان فيه عمي الطاهر كان ديما مسدود وعمره ما كان كيبان في الساحة مع المساجين الاخرين. واخر مرة تفتح داك الجناح خرجوا منه غير سجين واحد، ولكن الحارس كان حلف ليه باللي السجين اللي خرج ما كانش عنده ظل، يعني ما كانش عنده ظل. وانتوما الخوت عارفين باللي الحاجة بحال ملي كتشوف شي مش وكتشوف كترد معاه البال، واش داك المش يعني عنده الظل ولا ما عندوش الظل؟ يعني لا عنده الظل راكم فهمتوها ولا ما عندوش الظل راكم فهمتوها. واخر مره كيف ما قلت لكم تفتح داك الجناح خرجوا منه غير سجين واحد، وقال لهم راه داك اللي خرج من تما ما كانش عنده ظل.
هنا تأكد الحاج دريس بلي الشخص اللي رجع للحومة ما كانش صاحبه، ولكن شكون كان. الناس في الحومة بدات تنسى القصة، ولكن هاد الشي ما سهلاش، لانه من بعد الاختفاء ديال الحاج دريس وقع واحد الحدث اغرب. وحتى الشيخ ديال الجامع بدا كيهضر على شي سر مخبي. ليلة الجمعة كان المؤذن في المسجد كيجهز راسو لصلاة الفجر، حتى حس بشي حد داخل. شاف واحد الراجل جالس في الركن ديال الجامع مغطي وجهه وكيوجد للصلاة، ولكن الغريب هو انه ما كانش كيتحرك. الفقيه حس بواحد الخوف غريب. كيفاش شي حد يجلس هذيك المدة بلا ما يتحرك؟ مشى عنده بواحد الحذر وحط يدو على كتفو وقال ليه: الاخ، وقت الصلاة باقي ما جاش، نوض دير الوضوء. ولكن ملي قرب مزيان لاحظ شي حاجة تخليه يتجمد في بلاصتو. فقيه الجامع تزاد فيه الخوف، ولكن ملي بغى يرجع للور الراجل حيد الغطا من وجهه. كان نفس وجه عمي الطاهر، ولكن بلا عيون، بلا ملامح، غير وجه بحال القناع. وسط داك الصمت قال بجملة وحدة: قل ليهم اللي خرج باقي خاصو يرجع. وفجأة اختفى. السر اللي كان مخبي في الحبس، الخبر وصل للحومة، والناس بداو كيتجمعوا في القهاوي، كل واحد عنده تفسير. شي وحدين قالوا بلي عمي الطاهر مات في الحبس، واللي خرج كان بشي روح غريبة. وحدين قالوا بلي في الحبس كانوا كيجربوا شي طقوس ما معروفاش، وشي حد اخر خراج بلا روح. ولكن الصدمة الكبيرة وقعت فاش واحد الحارس قديم من داك الحبس قرر يهضر: انا خدمت في داك الحبس 35 عام وشفت بزاف ديال العجب، ولكن الجناح اللي كان فيه عمي الطاهر كان مختلف. الحارس يسر بدا يسرب المعلومات، ومعلومات خطيرة. السجناء اللي كيدوزو فيه كيعمر عليهم الليل اكثر من العادة، كأنهم كيدوزو سنين في نهار واحد. كاينين اللي خرجوا وكاينين اللي بقى منهم شي حاجة تما. واخر واحد خرج من داك الجناح ما كانش عنده ظل نهار خرج. هنا الناس تقسموا. كاينين اللي قالوا باللي الروح الحقيقيه ديال عمي الطاهر باقي حابسه في داك الجناح المهجور، وباش السجين اللي خرج يرجع لمكانه خاص حد اخر يدخل بلا رجوع. من ديك النهار حتى واحد ما قرب لداك الحبس ولا ذكر السميه ديال عمي الطاهر. ولكن في بعض الليالي تحت داك الضوء المجهول في الزنقه كاينين اللي كيشوفوا ظل واقف بلا صوت بلا حركه، وبحال الا كيتسنى شي حد يفهم السر. الناس في الحومه مبقاوش كيهضروا بزاف على عمي الطاهر، ولكن شي وحدين كانوا باقيين حاسين باللي القصه ما سالاتش. هنا الحارس قال له جمله غامضه ومن بين هاد الناس كان يونس، ولكن ما ترجعش. الفضول بقى ساكت، ولكن الفضول كان اكبر من الخوف، وكان باغي يعرف الحقيقه. بعد ايام يونس قرر يدخل داك الحبس اللي كانوا كيقولوا عليه باب النسيان، يعني باش يقدر يدخل تواصل مع داك الحارس القديم اللي كان خدم يعني في الحبس اللي كان راه ما كيرجعش. والخارج الاول ما بغاش يتزاد، ولكن يونس بحال شي حاجه وعدو بخرج جديده، شي حاجه وحده اخرى، غير شي حاجه مختلفه. يونس دخل مع الحارس، ولكن فاش وصلوا لداك الجناح وقف الحارس قدام واحد الباب مصدي وقال ليه: هذه هي الزنزانه اللي عمرها ما تفتحات من نهار خرج عمي الطاهر. يونس كان غادي يمد يدو باش يحل الباب، ولكن الحارس شدو بقوه وقال ليه: قبل ما تحل راه خصك تعرف اللي كيدخل هنا كيبقى جزء منه حابس في هاد البلاصه. يونس سرط الريق ديالو، ولكن الفضول ديالو غلب عليه ومد يدو. فاش حل الباب ما كانش كاين حتى شي واحد لداخل، ولكن الحيوطه كانت محفوره بكلمات غريبه مكتوبه بحروف صغيره، وبحال الا شي حد كان كيهضر مع راسو.
يونس قرب يشوف وبدا كيقرا. انا باقي هنا، انا خرجت ولكن شي حاجه بقات هنا. العينين ديال يونس توسعات وكبروا، قلبو بدا كيضرب بالجهد وبغى يرجع للور، ولكن سمع واحد خطوات خفيفه جايه من الداخل. دار وجهه بسرعه ولكن ما كان حتى واحد، غير الظلام. وفجأة حس بواحد النفس باردة في ودنو وصوت ضعيف كيهمس. شكون دخل؟ خاصو يكمل بلاصتو. شكون دخل؟ خاصو يكمل بلاصتو. شكون دخل؟ خاصو يكمل بلاصتو. يونس خرج من الحبس وهو مرعوب، ولكن الناس في الحومة لاحظوا عليه شي حاجة غريبة. ولا كيتمشى في الليل بوحدو، كيسمع أصوات بلا سبب، وكأنه بقى جزء منه محبوس في داك المكان. وفاش كانوا كيسولوه شنو وقع في داك الحبس، كان كيجاوبهم غير بجملة واحدة: أنا خرجت ولكن ما خرجتش بوحدي. أنا خرجت ولكن ما خرجتش بوحدي. يونس من داك النهار تبدل. الناس في الحومة بداو كيشوفوه كيتصرف بطريقة غريبة، كيهضر بوحدو في الزنقة في وسط الليل، بعض المرات كيوقف تحت داك الضو المجهول بلا ما يتحرك، حتى وجهو تبدل ولا شاحب كيف ما كنقولوا حنايا باللغة العربية، وعينيه ديما حمرين بحال الله مبوق، بحال الا ما كينعش. ولكن الحاجة اللي خلعت الناس كتر هي واحد الليلة فاش كانت الأم ديالو غادية تفيقو ولقاتو جالس في الظلام كيرسم واحد الرموز غريبة على الحيط. سولات عليه: يونس، مالك؟ ولكن هو جاوبها بصوت مبحوح، بصوت ماشي ديالو: انا خرجت ولكن خاصني نكمل المهمة. انا خرجت ولكن خاصني نكمل المهمة. بعد هاد الاحداث واحد النهار يونس ما بقاش، اختفى. الناس قلبوا عليه في كل بلاصة ولكن ما كان حتى اثر، حتى وصلت واحد الرسالة غامضة عند الحارس القديم ديال الحبس: انا رجعت ولكن بلا روحي. انا رجعت ولكن بلا روحي. الحارس تزاد فيه الخوف ومشى مباشرة لداك الجناح اللي فتحو يونس. فاش وصل لقى الباب مفتوحة والداخل كان مكتوب في حروف كحلة على الحيط: السجين رجع لبلاصتو ولكن الضحية الجديدة خرجت بلا روح. من داك النهار حتى واحد ما عاد بغى يقرب لداك الحبس، ولكن الناس في الحومة باقي كيتسناو شي جواب. واش فعلا يونس كان مجرد ضحية جديدة؟ واش اللي خرج في بلاصتو كان هو يونس ولا شي حاجة واحدة أخرى؟ واش كاينين سجناء آخرين خرجوا بالأرواح وباقيين عايشين بيناتنا؟ وفي بعض الليالي كاينين اللي كيقولوا بلي كاين واحد الظل واقف قدام الحبس كيشبه ليونس ولكن بلا وجه. أيام بعد اختفاء يونس الناس في الحومة بداو كيحسوا بشي حاجة غريبة. الزنقة اللي كانت مليئة بالضحك والفرحة ولات مظلمة وهادئة، وحتى الناس اللي عاشوا في المكان فترة طويلة بداو كيحسوا بشي جو مشحون ما هواش، بحال إلا شي حاجة مخلة بالنظام الطبيعي. في واحد الليلة فاش واحد الجدة كانت جالسة في باب دارها، بحال كيف ما كيجلسوا العيالات دابا كاملين تقريبا قدام البيبان، ولا ربما الأغلبية ديال العائلات الكبار كتجي كتجلس قدام الباب تضربها شوية البرد ولا شي حاجة بحال هكا. شفت واحد الظل كبير كيدور قدامها في وسط الضباب. كانت غريبة بزاف لأنه كان كيشبه ليونس ولكن الوجه كان مشوه. فجأة صوت كيهمس ليها من ورا الضباب: ما تظنيش باللي كلشي انتهى، ما تظنيش باللي كلشي سهل، كاين شي حاجة أخرى باقية، كاين شي حاجة أخرى باقية. المرأة زادت فيها الريبة وبقات ساكتة، لكن الصوت رجع وقال ليها: الضلال ديال الماضي ما كيرتاحوش، وكل واحد اللي مر من هنا خاصو يرجع باش يكمل مبدأ. من داك اللحظة جدة حسات بشي حاجة غريبة وقالت لولادهم انهم ما يقربوش من الحبس، لان الضلال ديال الماضي عادت ليكملوا اللعنة اللي كانت مخبية. الخبر وصل للحومة والناس فاجئوا بان يونس مشى في مهمة اللي ما كانوش كيقدروا يتخيلوها. في واحد الايام في الليل
دخل واحد الشخص لدار الحارس القديم وقال ليه نطلب منك الخدمة ما تقدرش تهرب منها. الحارس عرف الصوت، كان صوت يونس، وقال ليه انا خرجت ولكن شحال من روح داز في الممر اللي بين الحبس والواقع. وبدا الحارس كيقول له واش فهمتي اخيرا هاد الجناح ما كانش ليه حدود، اللي كيخرج منه ما كيخرجش بنفسه، كيبقى جزء منهم لداخل. فهاد اللحظة الحارس فهم الحقيقة، كل واحد اللي خرج من هاد الحبس تبدل شي حاجة في روحه. اللعنة ديال السجناء ما كانتش باش يحبسوهم، كانت باش يلقاو شي شخص باش يرجع في بلاصتهم. الحارس ما قدرش يتحمل، وفجأة كيحس بشي يد على كتفو، عينيه كيشوفو يونس، ولكن في مقابل كان شخص آخر، نفس الجسد ولكن الروح ضايعة. الناس في الحومة بقاو ساكتين، حتى نهار من الأيام كانوا كيسمعوا صوت يونس كيهمس ليهم: أنا خرجت ولكن خوفي بقى هنا. في كل ليلة كان كيبقاو الناس يشوفوا الظل ديالو كيتحرك في المكان ديالو، ولكن ما كانش عنده وجه. ما بقاش حتى واحد يعرف الحقيقة ديال السجين اللي رجع، ولكن ماشي هو، ومازال كيهمس في الأذان ديال الناس في الحومة. الضلال ديال الماضي كيرجعو كل ليلة، واللي دخل ما يقدرش يخرج بنفسه.